الشريف الرواية عن القمي بإسناده عن سفيان بن عينة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول. من يجي لفظ أبو عبد الله فقط يعني يراد به الإمام الصادق عليه السلام. فإذا ذكر الإمام الحسين يقولون قال أبو عبد الله الإمام الحسين، أو قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام، وهكذا. يقول الإمام الصادق: وجدت علم الناس كله في 4. علم الناس كله في 4. أولها أن تعرف ربك. أول الدين معرفته. منه العالم يقول وحده الأولى أن تعرف ربك، زين. والثاني أن تعرف ما صنع بك، يعني ماذا أراد الله منك. الله خلقك، مو تعرفت على الله سبحانه وتعالى من خلال آثاره، من خلال صفاته. الثانية أن تعرف ماذا صنع بك، يعني ماذا صنع بك يعني أنت كموجود تكليفك شنو في الدنيا؟ هل إنه مثلا أنا أكل وأشرب وأسرح وأمرح وكذا، وهاي أسرح وأمرح ترى ما تقال بس البهائم، لا، لكل إنسان، لكل حيوان بما فيها الإنسان باعتباره حيوان ناطق. فالمهم ذهاب مجيء نوم أكل شرب كذا، لو أكو غاية أفحسبتم إنما خلقناكم عبثا. قال: والثاني أن تعرف ما صنع بك، والثالث أن تعرف ماذا أراد منك. هاي النتيجة للتكليف، أنه أنت إنسان مكلف خليفة الله في أرضه. قال: والرابع أن تعرف ما يخرجك من دينك. لطيفة. يعني وكأنه قيمة الإنسان بالدين. أكو حديث آخر لأمير المؤمنين عليه السلام يقول، هاي يذكرونه بالعقائد: الإنسان المرء عليه أن يعرف من أين وفي أين وإلى أين. يعني ذن الموارد الثلاثة. أن تعرف من أين، تعرف من الخالق، هاي اللي يقول أن تعرف ربك الأولى. والثانية أن تعرف في أين، يعني ما هو الطريق الذي تسلكه حتى تحقق الغاية من هذا الخلق. والثالث إلى أين، النتيجة والمآل. فيوم القيامة بالقبر أول ما يسألوك ما دينك، محل الشاهد. الرابعة أن تعرف ما يخرجك من دينك. ليش ما قال أن تعرف ما يدخلك في دينك أو يعلمك على دينك؟ قال ما يخرجك، لأنه المهم أنت عندك دين ولو ظاهرا، لكن الإشكال يوم القيامة أو في عالم البرزخ أنه إذا كان الإنسان خارج عن الدين. هسه خارج عن الدين ايش تتصور؟ يعني فقط ما يصوم ويصلي؟ لا، هواي امور. احنا ايش عندنا اصول وعندنا فروع. انا ما بدي اطول عليكم بالموعظه. عندنا اصول وعندنا فروع. يعني الاصول من انكر واحدا منها كانما انكر الجميع، بل عندنا من انكر واحدا من الائمه كمن انكر الجميع. هواي امور. مثلا: اني تارك فيكم الثقلين ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا. يعني من نقرا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، مو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. انت تريد تكون وياهم على هذا الطريق، يا من هذول؟ قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دول ولا الضالين داخلين بالدين لو خارجين؟ خارجين، ليس على الصراط المستقيم، خارجين ولا الضالين. ولا انت ما لا تجعلني هم ذول. يعني انت ايش تطلب؟ اصحاب الصراط. من هو اصحاب الصراط؟ لا مغضوب عليهم ولا ضالين. يعني المغضوب عليهم والضالين من اهل الصراط ولا لا؟ خارجين ولا؟ هذا انت تقول لا يصير اشكال. فالضالين، الضال عن الطريق، مو
ضال عن الطريق، يعني الغير مهتدي الى الطريق. فمحل الشاهد انه اني تارك فيكم الثقلين ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا، يعني الما متمسك بالعتره والكتاب ضال ومهتدي. ضال. ايش قد اليوم ناس ما ملتزمه بحديث الثقلين، يعني لا بالعتره ولا بالكتاب. طبعا ما اقصد الالتزام بين لكن اقصد لا اللي ناكر، لا سيما اللي ناكر ولايه اهل البيت سلام الله عليهم. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم ان نكون من السائرين على الصراط المستقيم وعلى نهج اهل البيت سلام الله عليهم اجمعين، ببركه الصلاه على محمد وال محمد.